السلام عليكم، عاملين ايه؟ اللي متابعني يا ريت دلوقتي ينزل يعمل لايك ويكتب كومنت جميل. احنا خلاص بقينا اخوات، والحلقه دي تكمله الجزء الاول ودي الجزء الثاني من قصه اجهاض شيطاني. واللي ما اتفرجش على الحلقه يا ريت دلوقتي يرجع يتفرج على الجزء الاولاني ويرجع لي تاني، لان الموضوع محير شويه. بسم الله فلنبدا. وهنا البنت بتقول لما دخلت اوضه النوم على اختي لقيت كل الدرج بتاعت الدولاب مفتوحه، والهدوم اللي في الدولاب كلها متبعتره في الارض، حتى الدهب بتاع اختي كله مرمي في الارض. وبتقول كمان ان لقيت اختها مغمى عليها على السرير، وكمان لابسه لبس خروج مش لبس البيت، وكمان كان في حاجه جنبها متغطيه بملايه السرير. وهنا فضلوا يصرخوا وفضلوا يفوقوا اختها، بس اختها ساعتها ما فاقتش. وهنا كانت الصدمه لما راحوا يشوفوا ايه اللي ملفوف بالملاية السرير. اتخضوا خضة مع بعضها خضة، عشان طلع اللي ملفوف بالملاية ده جنين طفل ميت، وشكله بيدي انه مش مكتمل. هنا فكرناها ان هي سقطت، وطبعا من صراخ امي ومرات عمي جرينا بسرعة على التليفون وطلبنا الاسعاف. وهنا بقى اتصلنا بجوز اختي وخليناه جه من شرم الشيخ. وهنا الاسعاف خدت اختها الكبيره واتنقلت بيها للقصر العيني. المستشفى هنا خدت اختها وعملت لها اللازم، وبعد كده خدت الطفل عشان يعرفوا قصته ايه. طبعا هنا بتسال نفسها وبتقول طب ده الجنين اللي اختي كانت حامل فيه، وواضح كده ان هي سقطت، وازاي كان ملفوف في الملايه. وبتقول كمان ان الجنين ده كان بعيد عن اختي وملفوف بالملايه. مش الطبيعي ان هو يكون في حبل سري واصل ما بين الجنين وما بين بطنها لو هي سقطت في الحل. وهنا بتقول اسئله كتير قوي دارت في دماغي مني انا ومن الناس اللي شافت الموقف، وما كناش لاقيين لها اي تفسير. وهنا طبعا الدكاتره دخلوا اختي الرعايه المركزيه وابتدوا يعملوا لها سونار، اكدوا ان اللي حصل لها ده مش عمليه اجهاض عاديه كده. والدكاتره قالوا ان عمليه الاجهاض دي اتعملت بفعل فاعل، وقالوا ان اللي عملها ده حد متخصص او دكتور شاطر، لانه عمل تنظيف للرحم بعد عملية الإجهاض، وكمان قطع الحبل السري باحتراف. فالبنت هنا بتقول أنا كنت بسمع الكلام ده من الدكاترة وكان ساعتها بيجيلي حالة ذهول، وبعد كده الدكاترة قالوا إن الحالة دخلت في غيبوبة بسبب عصبية مش بسبب اللي حصل لها. وطبعا هنا حطوها في الرعاية، وتاني يوم الصبح جوزها جه وكان منهار وكان باين على وشه الذهول. وطبعا حكينا له اللي حصل بالتفصيل، وبعد كده البوليس جه عشان ياخد أقواله ويعرف إيه اللي حصل. وهنا الشرطة خدت الأقوال مننا كلها، وبعد كده راحت شقت اختي عشان تشوف ايه الحكايه. وفي الوقت ده الجنين اتحول للطب الشرعي. وهنا الطب الشرعي اثبت كلام الدكاتره، وهو ان عمليه الاجهاض دي اتعملت بفعل فاعل واتعملت باحتراف شديد، وقالوا انها صعب على اي دكتور ان هو يعملها بالدقه دي. المهم بعد ما الجنين اتشرح وسلموه لجوز اختي عشان خاطر يدفنه، وبعد ما اختي دخلت المستشفى ب3 ايام ابتدت تفوق من الغيبوبه. وهنا طبعا فرحنا اللي هي فاقت من الغيبوبه عشان تحكي لنا ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيها كده. بس اللي صدمنا ان اختي في اللحظه دي ما بقتش تتحرك وكأن اتشلت، وكانت كل اللي بتعمله كانت بتبص للسقف وعينها بتدمع. ولما جوز اختي شاف كده عمل مشكله مع الدكاتره، وساعتها الدكاتره ما كانش لاقيين سبب عضوي واضح لحالتها. ولما هدوه شرحوا له الحاله اللي عندها وقالوا له اللي عندها ده نفسي مش مرض عضوي. وقعدوا اكتر من 7 ايام في المستشفى لحد ما عرضوها على دكاتره نفسيين متخصصين في حالتها تبع المستشفى، وقالوا اللي عندها ده نتيجة صدمة شديدة من اللي هي شافته أو اللي هو حصل لها. هنا النيابة طلعت تقرير اللي حصل لها ده كان اعتداء، لأن عملية الإجهاض اللي حصلت لها دي حصلت لها بعيدة عن الشقة، لأن ساعتها لما الطب الجنائي راح الشقة عشان يرفع بصمات ويشوف في إيه ما لقاش نقطة دم واحدة في الشقة تثبت إن كان في عملية إجهاض حصلت في الشقة. وفضلت أختي هنا أكتر من شهر في المستشفى لحد ما حالتها ساءت قوي، وفضلوا يحطوا لها الأكل في الخراطيم عشان هي ساعتها ما كانتش بتتحرك وما كانتش حتى بتعرف تاكل او حتى بتعرف تلتفت يمين وشمال، وكأن جسمها اتشل. وفي الوقت ده الدكاتره النفسيين قالوا لنا ان احنا لازم نقعد معاها وقت طويل، نحاول نتكلم معاها ونحاول نشغلها عشان خاطر المخ يرجع تاني يشتغل زي الاول. والبنت هنا بتقول بعد ما مر اكتر من شهر ونص انا شفت اللي خلاني اتاكد ان الموضوع ده في حاجه مش طبيعيه. والانسه بتقول ان هي في يوم من الايام بعد ما رجعت من المستشفى عند اختها بالليل كانت مرهقه جدا ودخلت تنام، وبتقول ان هي في الليله دي اول ما دخلت على السرير وحطت دماغها على المخده صحت على صوت بكاء طفل وصريخه. وبتقول ان هي لما فتحت عينيها لقت اوضه النوم عندها
منور وان اختها واقفه قدامها، ولقت جنبها نفس الست اللي حلمت بيها قبل كده بنفس الشكل ونفس طريقتها المرعبه. وبتقول في الوقت ده شافت اختها ماسكه جنين بايديها والجنين غرقان كله دم، وكان ساعتها متوصل ما بينه وما بين بطنها بحبل سري. وبتقول في الوقت ده ابتديت اقرا القران بصوت واطي عشان ما كنتش عارف اعلي صوتي من الفزع اللي انا شفته. والبنت بتقول لما فضلت تقرا قران بشكل مستمر الست اللي شكلها وحش دي قربت عندها وفضلت تلف حواليها بشكل سريع جدا. حتى بتقول ان هي شافت اختها في اللحظه دي كانت ماسكه الجنين بايديها، فضلت تحضنه، فضلت تعيط بحرقه وهي بتبص عليها، فضلت تقول لها هيموتوني هيموتوني، خدوه مني وعايزين يموتوني. والبنت هنا بتقول وفجاه واحده اختي جريت عليا وانا في اللحظه دي اتخضيت واتفزعت وده كان غصب عني. وبتقول انا لقيت نفسي وقعت من على السرير بسرعه، وفي اللحظه دي سمعت صوت اذان، وفجاه واحده فتحت عيني واكتشفت ان ده كان حلم، وحمدت ربنا ان ده ما كانش حقيقي. والحلم ده سببه ان من كتر قلقي على اختي والتفكير في اختي فكنت خايفه عليها. وبتقول ان الغريب بقى ان حلمت بنفس الست اللي حلمت بيها قبل ما اختها تحصل لها كل اللي حصل لها ده. وهنا بتقول لما راحت لاختها تاني يوم المستشفى حاولوا ينقلوا اختها من المستشفى عشان لو حياة اختها ابتدت تسوء للاوحش، فاضطروا ان هم ينقلوا اختها من المستشفى عشان هم شايفين ان المستشفى مقصره. وبتقول ان هي بالفعل نقلوها في مستشفى تانية وهي مستشفى المنيره، وبعد ما نقلوها مستشفى المنيره ابتدت حالة اختها تتحسن وابتدت حالة اختها ترجع تدريجيا زي الاول. وكده يبقى انا خلصت الجزء الثاني، وانتظر ان شاء الله الجزء الثالث وده يبقى الاخير عشان تعرف ايه اللي كان بيحصل وايه اللي سبب للبنت دي عملية الاجهاض. سلام.